في حاجة مجنونة بتحصل دلوقتي حرفيا، في نوع جديد من المحتوى بيعمل ملايين المشاهدات، وانا هنا بتكلم على 62 مليون مشاهدة في فيديو واحد و19 مليون مشاهدة، وده كله في اسبوع واحد بس. وصفحة بتجيب فولورز كتير جدا على كل المنصات. فانا النهاردة هعرفك ازاي الفيديوهات دي بتتعمل، واعرفك خطوة بخطوة ازاي تقدر تعمل فيديوهات زي دي بكل سهولة. اوعدك ان هعرفك اسرار انت معرفتهاش قبل كده. فاللي بيحصل بقى ان في نوع جديد من الفيديوهات بيظهر في كل حتة دلوقتي، والفكرة بسيطة جدا. تخيل انك تصحى في وقت معين في التاريخ بفيديوهات معمولة بجودة عالية جدا وواقعية، اللي بتبدأ بمشهد واحد بيصحى من النوم، وبعدها مشهد بمشهد بيوريك الحياة في الوقت ده، زي مثلا لما تصحى في أيام الفراعنة كطفل صغير بيبدأ يومه الطبيعي، وزي مثلا الحساب ده اللي عمل 20 فيديو بس وقدر يعمل أكتر من 110 مليون مشاهدة، وقدر يوصل ل 500 ألف متابع. الأرقام حرفيا مجنونة. فإيه اللي بيحصل وليه الفيديوهات دي بتعمل ملايين المشاهدات بالسرعة دي؟ ده بسبب 3 حاجات: الاندماج والفضول ورواية القصة. اولا الاندماج، الفيديوهات دي عامله زي آلة الزمن اللي بتخليك تعيش في عالم تاني، وهما مش بيخلوك تشوف التاريخ بس، لا دول كمان بيخلوك تحس بيه، التفاصيل الواقعيه، بيخلي دماغك يعيش في تجربه مختلفه تماما، وده اللي بيخلي الناس تتفرج. تاني حاجه وهي الفضول، وقت لما تشوف العنوان دماغك هيضطر يعرف اكتر الحياه كانت شكلها ايه في الوقت ده، وايه اللي هيحصل بعد كده، فانت كملت الفيديو عشان تفهم وتعرف اكتر. تالت حاجه بقى وهي روايه القصه، الفيديوهات دي مش مجرد لقطات بالذكاء الاصطناعي وخلاص، لا دي ماشيه بنظام معين بسيط بس بروايه معينه تخلي الناس تتفاعل مع الفيديو، زي مثلا انك تصحى وتشوف الدنيا اللي حواليك وتعيش تجربه الحياه في الوقت ده. عشان كده الناس بتكمل الفيديو للاخر، ولما الفيديو بياخد الانتباه بالطريقه دي خوارزميات بتطلع الفيديو لملايين المشاهدات. تعال بقول لك حاجه جامده، قبل الذكاء الاصطناعي عمل فيديوهات زي دي بتاخد ساعات كتير جدا ومئات الدولارات، بس دلوقتي انت تقدر تعمل فيديوهات زي دي حرفيا في دقايق، وده دلوقتي اللي هنعمله بالظبط. بس الاول لازم نختار فكرة فيديو، وبدل ما نفكر فيهم فانا اولا هوريك طريقة معينة تقدر تعمل بيها افكار فيديوهات اللي فيها فرص اكبر انها تعمل مشاهدة، وهعرفك ان شاء الله ازاي انك تقدر تجيب افضل برومو ليهم في ثواني. الطريقة دي هي إعادة استخدام المحتوى بشكل جديد، بإنك تنسخ الفيديوهات اللي فعلا بتجيب مشاهدة وتحط الستايل بتاعك. وكمثال مثلا الفيديو ده بيتكلم عن حياة شخص في أيام الفراعنة، فممكن يتكلم مثلا عن حياة شخص في أيام الجاهلية، فهي نفس الطريقة ونفس التحفيز النفسي بس بفكرة جديدة. التكنيك ده بيشتغل بإنك تلاقي فيديو ناجح وتحلل سبب نجاحه وتعمل فكرة مشابهة ليه عن وقت تاني، وده هيوفر عليك ساعات كتير جدا من الشغل وتعمل أفكار فرصتها أكبر إنها تعمل مشاهدة. ولكن مش معنى إن الذكاء الاصطناعي ادالك فكرة جامدة يبقى لازم تعمل مشاهدات كل مرة. عشان كده أنت لازم تستخدم عقلك قبل ما تطبق الفكرة، وفي 3 مكونات رئيسية لازم تحطها في دماغك. رقم 1 وهي الفضول، لازم تخلي الناس تفكر في إيه اللي هيحصل في اللقطة الجاية، والفيديوهات اللي عملت مشاهدة خلت الناس تكون فضولية في الوقت اللي شافت فيه العنوان، فلو حد شاف الفيديو بتاعك وسأل نفسه فانت كده كسبت. كمثال مثلا انت صحيت في الجنة، فالناس هتسأل طبعا شكلها ممكن يكون عامل ازاي وايه اللي هيحصل فيها يعني. ده السبب اللي بيستعمله صناع الافلام عشان ينجحوا، هو ده علم النفس البشري. تاني حاجة وهي الاختلاف، لازم توري الناس حاجة مش بيشوفوها كل يوم، فلو مثلا في فكرة معمولة كتير فمش هتكون مميزة. الفيديوهات اللي بتعمل مشاهدة بتنجح عشان بيخلوا الناس انهم يشوفوا حاجة جديدة ما شافوهاش قبل كده، زي مثلا فيديو تايتانيك اللي عمل مشاهدات جامدة حرفيا، وده نجح عشان كان فيه غموض ودراما. فلما تختار فكرة اسأل نفسك هل انك هتقدر تخلي الناس او هل هتقدر انك تخلي حد يقف يكمل الفيديو عشان دي حاجة ما شافهاش قبل كده. تالت حاجة الواقعية، الفيديو الجامد مش مجرد الرواية بيقولها، لازم تخليه يحس ان هو عايش جواه ويعيش اللحظة دي. عشان كده الفيديوهات دي بتعمل نتائج كويسة جدا، لانهم بيعملوا مشاهد بجودة عالية جدا اللي بتخلي الناس تندمج مع الرسوم. فلو فكرتك فيها ال3 حاجات دي، الفضول والاختلاف الواقعية، فكده نسبة نجاح فكرتك بقت عالية جدا. وقبل ما نعمل مشاهد الفكرة لازم نفهم الطريقة الصحيحة، لأن بعد تحليل كل الفيديوهات دي أنا لقيت الحمد لله الطريقة اللي بتنجح كل مرة، ولما تعرفها هتقدر تاخد أي فكرة وتطبق عليها الطريقة دي وتعمل فيديو جامد حرفيا. أول حاجة وهي مشهد الصحيان، أول ثانية في الفيديو مهمة جدا، دي اللي بتخلي بقى المشاهد يندمج معاه، خليهم بقى يحسوا مثلا ان هم فعلا صحيوا في الوقت ده، ولازم تكون جودتها عاليه جدا وواقعيه. فمثلا يعني انك صحيت في الجاهليه فلازم يكون المشهد فيه تفاصيل معروفه، زي مثلا السيف والصحراء والخيمة، عشان المشاهد يعرف المكان اللي هو صحي فيه بالظبط. تاني حاجة الحياة اليومية، زي مثلا الروتين اليومي، بنبين المكان اللي هو عايش فيه والشغل بتاعه وشكله عامل ازاي. وتالت حاجة لحظة اكشن في الفيديو، هو ده مش لازم قوي يكون موجود، ولكن في معظم الفيديوهات اللي عاملة مشاهدة عاملين كده، تحط لحظة من الخطر والإثارة، زي فيديو تايتانيك لما خبط في الجبل التلجي، السفينة بدأت تغرق والناس بدأت تجري وكل حاجة بقت كابوس، فالدراما دي هي اللي بتخلي الناس تتفرج. رابع حاجة بقى واخيرا وهي اللقطة الأخيرة، نهاية الفيديو بتتحدد حسب القصة. فمثلا معظم
فالفيديوهات بتنتهي بشكل جميل، وفيديوهات تانية بتخلص بنهاية مختلفة اللي هي بتخلي المشاهد ان هو ينصدم. ودلوقتي بعد ما فهمت الطريقة الصح لعمل فيديوهات جامدة، جه بقى وقت بداية عمل الفيديوهات دي من الصفر. وطبعا اولا اساسات الفيديو وهي البروموهات الخاصة بيه. احنا اولا عايزين فكرة واضحة وبرومو محترف ليه. فقبل ما نبدا انا سايب كل البروموهات دي اللي انا استعملتها في ملف صغير، فتقدر تخش عليه على الرابط ده، تخش مثلا على كام اعلان وتختصر الاعلانات دي وتحمل الملف. وساعتها انا عاوزك تمشي معايا خطوه بخطوه. تاني حاجه عمل الصور لكل مشهد. لما نعمل البرومو لازم نعمل صور سينمائيه بافضل الزوايا بجوده عاليه جدا. تالت حاجه بقى تحريك الصور لفيديوهات واقعيه جدا. هنحرك الصور ونحافظ على جوده الفيديو بتاعتها. رابع حاجه وهي المونتاج. لما نعمل الفيديوهات هنعدل عليها زي اننا هنضيف مؤثرات الصوتيه والتحركات السينمائيه. فنروح مثلا الفيديو ده النظام اللي انا حطيته في دماغي من ناحيه المشاهد. اولا مشهد الاستيقاظ هتلاقيها في منظور الشخص الاول. تاني حاجه مشهد الفطار مثلا، وده طبعا بيكون روتين يومي. 3 مشهد الوصول للشغل. 4 بدايه الشغل. والمشهد رقم 5 وهي استراحة الشغل. 7 بقى وهو الرجوع من الشغل. و8 النوم. ده النظام اللي الفيديوهات المنتشرة بتعمله. فتعالى بقى اوريك هعمل النظام ده ازاي. كل اللي هتعمله انك تحمل الملف برضك لتاني مرة اللي فيه البروموهات دي، وننسخ البرومو رقم 1 ونحط هنا عنوان الفيديو اللي عاوزين نعمل افكار مشابهة ليه، واعمل انتر. وبص بقى للنتائج دي، فينا حرفيا افكار جامدة زي دي. بعد كده بقى ننسخ البرومو رقم 2 وهنعدل بس في الحاجتين دول. هحط هنا الشخصية، وبعد كده هحط هنا وقت تاريخ الشخصيه. ولما الاتنين يتعملوا اضغط انتر. وبكده شات جي بي تي عمل بروموهات لكل مشهد من المشاهد دي باحترافيه. وبكده نكون خلصنا كل حاجه خاصه بالبرومو. نيجي بقى لاهم حاجه في الفيديو، وهو ازاي اعمل صور بجوده عاليه جدا وواقعيه، طبعا من منظور الشخص الاول. فبدات اخش على كل برومو لكل مشهد واخده نسخ واضيفه تاني لشات جي بي تي، واحط معاهم البرومو رقم 3 اللي هو عشان بس ايه تقدر انك تخلي كل صوره بجوده عاليه. ودي النتيجه. وبعد ما عملت طبعا كل الصور بنفس الطريقه دي، جه بقى وقت تحويلها لفيديوهات متحركه بطريقه احترافيه. طبعا في مواقع كتير جدا ولكن اغلبها مدفوعه. فلقيت لك الموقع ده اللي حرفيا جامد جدا، وطبعا هتلاقي برضك كل الموقع في الوصف. فانا بقى هستعمل البرنامج ده، واول ما تسجل عليه هيجي لنا نقاط كده مثلا نقدر نعمل بيها الصور دي. فنضغط هنا ونختار الصوره اللي عاوزين نحركها، ولما ننزل تحت شويه ممكن نحط البرومو بتاع الصوره، ولكن ده اختياري يعني لانه بيعمل فيديوهات كويسه جدا من غير برومو. نضغط هنا وفي اغلب الوقت بتتعمل صوره واقعيه بدون اخطاء. ولما تكون مبسوط بالنتيجه اضغط على تحميل، ونعمل كل الصور اللي عملناها بنفس الطريقه. ولما توصل اللحظه دي فاحنا جينا لاخر خطوه، وهي ان احنا نحطهم كلهم مع بعض عشان نعمل فيديو جامد. فاولا نخش على كاب كات ونعمل المقاس 9:16 ونحط كل الفيديوهات اللي احنا عملناها. ومش عاوزين نخلي الفيديو سريع قوي ولا بطيء قوي. وعشان اعمل لقطه وهو بيغمض عينه نختار الجزء اللي هنعمل فيه كده ونقصه مثلا مرتين بعد كل ثانيه منه، ونخش على ترانزيشن ونبحث عن كلمه بلينك نضيفها طبعا في المكان اللي احنا قصينا فيه. ولازم نحط عناوين لكل لقطه عشان نبين كل روتين يومي بيعمله. اول مشهد مثلا نحط عنوان الفيديو. تاني مشهد مثلا هو الخروج للشغل. اخر حاجه محتاجين بقى مؤثرات صوتيه واقعيه، وافضل موقع لده هو بيكسابي. نحط كل الصور ونكتب اعطيني مؤثرات صوتيه لكل مشهد، فنختار منه ونحط طبعا في الموقع. وبكده قدرنا نجيب كل الاصوات اللي موجوده. ولما تحط كل حاجه في مكانها كل اللي هتعمله بعدها انك تعمل اخراج للفيديو. وبكده نكون عملنا الفيديو. وكلمه السر في الفيديو ده بوف اي اي. فشكرا على المشاهده وسلام.